السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكونوا في احسن حال. بداية كده حابة اشكركم جدا على تعليقاتكم الحلوة على الفيديوهات اللي فاتت، واتمنى بجد اني اكون دوما عند حسن ظنكم. اما بقى بالنسبة لوصفة النهاردة فهي ايه الكفتة، نعملها بقى باذن الله كده بطريقة اكبر المحلات، زائد بقى مكون كده هيضاعف الكمية، سعره فقط 5 جنيه. باذن الله جربوا الطريقة وتعجبكم. تعالى بقى نشوف الطريقة، بس متنسوش بقى لايك حلو زيكم وكمان الاشتراك. اول حاجه بقى معايا كده بصلايه متوسطه، بدات ان انا ابشرها ورشيت عليها نص معلقه صغيره من الملح، قلبتهم كويس جدا مع بعض، وبعد 10 دقايق بدات ان انا اصفيها بالشكل ده. بعد كده هبدا ان انا انقل بقى الميه بتاعتها كده في بوله عندي، وهسيب البوله على جنب، او يعني ميه البصل على جنب، طبعا هحتاجها كمان شويه. بعد كده هجيب عندي كوبايه من البرغل، بدات ان انا اطحنه كويس جدا في المطحنه لحد ما بقى ناعم بالشكل ده. احطه بقى كده في بولة عندي، واحط عليه كوباية مية مغلية، وهسيبه برضو كده يتنقع لمدة 5 دقايق. بعد كده حضرت عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة، هنزل عليها كده بقى بالبصلاية اللي صفيناها، وكمان البرغل اللي اتنقع لمدة 5 دقايق. هبدأ برضه اصفيه كويس جدا، وبعد كده هبدأ طبعا اضيفه لبقية المكونات. طب بالنسبة بقى كده للتوابل، احط معلقة كبيرة من الملح، احط كمان معلقة صغيرة من بهارات اللحمة، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، وكمان نص معلقة صغيرة من البيكربونات، و3 معالق كبار من البقدونس. بالنسبة للبيكربونات بيبقى حلو جدا في الكفتة، لانه بيخلي كده فيها هشاشة حلوة جدا للكفتة، يعني ما بتبقاش مكتومة، لا كده بتبقى هشة وطرية كده من جوه. طب اخر اضافة عندي حطيتها اللي هي معلقة كبيرة من الدهن، او تقدري تستبدليها بالليا. هبدأ بقى كده أعجن كويس جدا الكفتة عندي، يعني كده ببدأ كده إن أنا أعجن كده حوالي كده 10 دقايق، لحد ما بلاقي بقى الأنسجة بتاعة الكفتة بدأت تظهر عندي بالشكل ده. طب بعد كده بدأت إن أنا أحضر عندي بقى كده صاج، وفوقيه كده بقى شبكة اللي هي شبكة الشوي، وهقول لكم برضو ازاي برضو تستخدموا شبكة الفرن لو ما عندكيش الشبكة ديت. وهبدأ بقى ان انا اصبع الكفتة بتاعتي بالشكل ده. عايزة اقول لكم ان الكفتة حلوة جدا متماسكة جدا جدا. زي ما انتم شايفين بقى كده، يعني مش بتفرول ولا بتقع من على السيخ، لا يعني هي بنبدأ ان احنا نشكلها بكل سهولة. تعالوا نصبع واحدة كمان اهي، بصوا زي ما انتم شايفين اهو، زي ما قلت لكم ان الكفتة متماسكة مش مفرولة او مفتفتة معانا. ببدأ طبعا افردها على السيخ بالشكل ده، وبعد كده ببدأ ان انا اسحبها وبحطها على الشبكة عندي، وبفردها كده برضو عشان شكلها برضو يكون كويس. طب بعد كده هبدأ اجيب السكينة عندي، وهعمل بقى كده زي خطوط كده في الكفتة، بحيث بس يكون شكلها كويس. طب بعد كده هحضر كوبايتين من المية، كوبايتين مية كبار، واحطهم تحت في الصاج، صاج طبعا او صينية، مش لازم طبعا صاج. بعد كده ادخل الكفتة عندي على فرن يكون حامي مسبقا. ادخل بقى كده الكفتة عندي طبعا بنفس الشكل دوت على الصاج من تحت. اول ما ادخلها اخلي النار فوق المتوسطة، حاجة بسيطة. طب بعد كده تعالوا بقى نحضر كده الطحينة، عقبال طبعا ما الكفتة بقى ايه تستوي كده بقى عندنا. معايا كوباية الا ربع من الطحينة الخام، ربع معلقة صغيرة من الملح، ربع معلقة صغيرة من الشطة، وربع معلقة صغيرة من الكمون، نص كوباية من المية، ورشة بسيطة جدا من الكزبرة. طب اخر اضافة عندي اللي هي 4 معالق من الخل. وكده بقى عندنا احلى طحينة. هبدأ بقى انا كده اجهز طواجن عندي، او طبعا اطباق طبعا حسب ما انت عايزة. هبدأ اقدم الطحينة بتاعتي بالشكل ده. بما ان بقى العين بتاكل قبل الفم، فتعالوا بقى كده ايه نزينها بقى كده، يعني ندلعها كده بقى شوية، وهنرشش بقى عليها كده شوية من الشطة، وكمان شوية من البقدونس. هنا خلاص بقى كانت الكفتة بقى هي طلعت عندي بعد 20 دقيقة. تمام. وتعالوا برضو زي ما قلت لكم ان العين بتاكل قبل الفم، فتعالوا كده بقى نقدمها بقى بشكل الجاهز، وخاصة ان الاولاد دايما بيحبوا يشوفوا شكل الاكل الجاهز جوه في البيت.
فحضرت كده بقى اطباق فل عندي، شويه من البقدونس، وهبدا بقى ارص الكفته بتاعتي بالشكل ده. طب في حاجة أنا بس كنت عايزة أقولها لكم، لو مثلًا شبكة الشوي مثلًا مش موجودة عندِك وحابة تعملي نفس الطريقة، تقدري إن أنتِ تحطي الكفتة على الشبكة بتاعة الفرن، وتحطي تحتيها صينية أو صاج وفيه برضه كوبايتين من المَيّة، وبرضه يعني هتمشي نفس الطريقة. طب هنا خلاص بقى كنت أهو جهزت الكفتة بتاعتي، هاحط كمان الطواجن، تعالوا بقى كده نشوف الكفتة من جوّه بقى إيه أخبارها. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو بقى، بصوا الكفتة طرية جدا وهشة جدا جدا، ده طبعا بسبب البيكربونات، وان هو مخلي الكفتة من جوه طبعا هشة وطرية. وده غير كده طبعا اللي هما بقى كوبايتين المية اللي حطيناهم طبعا والكفتة بتستوي، محافظين جدا على طراوة الكفتة، مخلينا بقى كده جوسي وحلوة. عايزة اقول كمان ان انا معتمدة الوصفة دي في البيت، فاتمنى طبعا الوصفة تكون عجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله.